السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء طلاب الصف الثالث الإعدادي أهلا بيكم في حل أهم أسئلة الدرس التالت الكميات الفيزيائية القياسية والمتجهة. عشان ما أطولش عليك نخش على طول على الأسئلة. أول سؤال أكمل. واحد، تصنف الكميات الفيزيائية التي إلى كميات A و A. قلنا الكميات الفيزيائية بتقسم لكميات فيزيائية قياسية وكميات فيزيائية مشتقة. ده اللي احنا قلنا عليه. تمام. اتنين، مثال الكميات القياسية. الكميات القياسية زي الطول والمسافة، أما الكميات المتجهة زي إيه؟ زي العجلة والإزاحة. قلنا الكميات القياسية دي اللي لها مقدار وليس لها اتجاه، أما الكميات المتجهة لها مقدار واتجاه. تلاتة، الطول والكتلة والزمن كميات قياسية. ماشي. كميات إيه؟ قياسية. بينما القوة والعجلة كميات متجهة. عارفين الكميات القياسية زي الكتلة والزمن والطول والمسافة، أما العجلة أما الكميات المتجهة زي القوة والعجلة وغيره. أربعة، تعتبر تعتبر القوة كمية فيزيائية إيه؟ قلنا القوة كمية فيزيائية متجهة، بينما الكتلة كمية فيزيائية إيه؟ قياسية، لأن القوة بتحتاج إلى اتجاه ومقدار، أما الكتلة تحتاج مقدار وليس لها اتجاه. خمسة بيقول لك إيه؟ أقصر مسافة يقطعها الجسم في اتجاه ثابت تسمى الإزاحة. ده تعريف الإزاحة. قلنا تعريف الإزاحة هو أقصر مسافة يقطعها الجسم في اتجاه ثابت ووحدتها المتر. وحدة الإزاحة المتر. ستة، إزاحة الجسم خلال فترة زمنية لا تعتمد على طول مسار الجسم والمسافة يعني فقط، بل إيه؟ بل تعتمد على اتجاه حركة الجسم أيضا. قلنا إن الإزاحة خلال فترة زمنية ما بتعتمدش على طول المسار فقط اللي هو الاتجاه المقدار فقط، لا بل تعتمد على الاتجاه، تعتمد على مقدار واتجاه. ده الإزاحة، على عكس المسافة مثلا. ماشي. ده الايه ده الإزاحة. سبعة، بقول لك يعتبر الفهد أو الشيتا أسرع الحيوانات المفترسة حيث تبلغ سرعته القصوى كام؟ قلنا إنه سرعة الفهد 27 متر لكل ثانية. ده في سرعة الفهد. تمام. مطلوب بقى منك يعني سرعة 27 متر لكل ثانية. خشينا على بعده. المسافة المقطوعة في اتجاه ثابت هي الايه؟ هي الإزاحة، وتعتبر كمية متجهة. المسافة المقطوعة في اتجاه ثابت هي الإزاحة، وتعتبر كمية متجهة. تمام. الإزاحة المقطوعة في وحدة الزمن هي السرعة المتجهة وهي كمية متجهة. الإزاحة المقطوعة في وحدة الزمن هي إيه؟ ده السرعة المتجهة. تعريف السرعة المتجهة هي الإزاحة المقطوعة خلال وحدة الزمن وكمية متجهة وليست كمية قياسية. تتفق الإزاحة والمسافة في المقدار ووحدة القياس. الإزاحة والمسافة بيشتركوا في المقدار ووحدة القياس عندما يتحرك الجسم في خط مستقيم في اتجاه واحد. تتفق الإزاحة والمسافة في إيه؟ في المقدار ووحدة القياس عندما يتحرك الجسم في خط مستقيم في اتجاه واحد. إذا الإزاحة والمسافة بيتفقوا في المقدار ووحدة القياس. تتفق السرعة المتجهة مع الإزاحة الحادثة في الاتجاه وتختلف معها في وحدة القياس. السرعة المتجهة بتتفق مع الإزاحة الحادثة في الاتجاه وبتختلف في وحدة القياس، على عكس الإزاحة مع المسافة بيتفقوا في المقدار ووحدة القياس لما تكون بيتحركوا في خط مستقيم وفي اتجاه واحد. أما السرعة المتجهة والإزاحة بيتفقوا في حاجة واحدة وبيختلفوا في حاجة تانية، بيتفقوا في الاتجاه وبيختلفوا في وحدة القياس. 12، عندما يتحرك الجسم في خط مستقيم تكون النسبة بين المسافة المقطوعة والإزاحة الحادثة تساوي الواحد الصحيح. لما الجسم ده بيتحرك في خط مستقيم المسافة المقطوعة على الإزاحة بتساوي الواحد الصحيح، اللي هو إيه؟ اللي هو الواحد على الواحد بيساوي الواحد، لأن الاتنين بيكونوا بيساوي بعض، لأن هو في خط مستقيم. فالمسافة المقطوعة والإزاحة قلنا إن هما بيساوي واحد. ليه؟ لأن إحنا قلنا إن الإزاحة والمسافة بيتفقوا في المقدار عندما يتحرك الجسم في خط مستقيم وفي اتجاه واحد. إذا آه، لو قال لك عندما يتحرك الجسم في خط مستقيم تكون نسبة من المسافة المقطوعة والإزاحة حادثة كام؟ هتقول تساوي الواحد الصحيح. 13، بيقول لك عندما يتحرك جسم مسافة 20 متر في خط مستقيم في اتجاه ثابت يكون مقدار إزاحته كام؟ إزاحته 20 متر. ليه؟ لأن هو بيتحرك المسافة بتاعته 20 وفي خط مستقيم وفي اتجاه ثابت. الإزاحة بكام؟ الإزاحة برضه نفس النظام 20. الإزاحة ديت، لا مؤاخذة يا شباب محدش بقد والله وبعمل لكم الفيديو بالعافية. فالمسافة اللي هو ما اتحركش ولا راح يمين ولا راح شمال، إذا الإزاحة بتساوي المسافة. إذا أطلق شخص طلق ناري فتحرك بسرعة 100 متر لكل ثانية شرقا، تسمى سرعة الطلق الناري بالسرعة المتجهة. ليه؟ ليه سميناها بالسرعة المتجهة؟ متجهة ليه؟ لأنه ادالك المقدار وادالك اتجاه، ادالك الشرق اللي هو الاتجاه، إذا هتقول له سرعة متجهة.
مش سرعة قياسية. عندما يكون اداك اتجاهه الطيران في نفس اتجاه الرياح تزداد السرعة المتجهة للطيارة أكيد، ويقل كل من زمن الرحلة وكمية الوقود المستهلكة. ليه؟ لأن اتجاه الطيارة ماشية هيت ماشي، والرياح ماشية كده، يعني الرياح بتزق الطيارة، فإذا السرعة بتاعت الطيارة بتزيد، السرعة المتجهة للطيارة بتزيد. بيقل إيه؟ لما الحاجة تساعدك إنها تزقك، يبقى كمية الوقود هتقل والزمن هيقل، لأن أنا ماشي بسرعة. أهم المصطلحات العلمية الموجودة في الدرس عندك مثلا الكميات القياسية، هي كميات فيزيائية يكفي لتحديدها معرفة مقدارها فقط. قلنا القياس مقدار، المتجهة مقدارها واتجاهها، إذا الكميات المتجهة هي كميات فيزيائية يلزم لتحديدها معرفة مقدارها واتجاهها. تالت تعريف معانا العجلة، قلنا هو كمية فيزيائية متجهة وحدة قياسها المتر لكل ثانية تربيع وتكعيب. قلنا اللي هو المتر لكل ثانية تربيع اهو، متر كل ثانية تربيع. أربعة اللي هو التعريف المسافة وطول المسار الفعلي الذي يسلكه الجسم المتحرك من موضع البداية لموضع النهاية، ده طول المسار الفعلي المسافة. أما الإزاحة عكس المسافة، الإزاحة والمسافة مقطوعة في اتجاه ثابت من موضع بداية الحركة لموضع النهاية. عشان بس أفرق لك بين المسافة والإزاحة، المسافة إن أنا مثلا أنا كنت هنا ورحت مثلا الحتة الفلانية كده، مشيت كده 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 كده، رحت الحتة دي. المسافة بحسب من أول هانة وأروح ماشي كده 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 كده. الإزاحة باخد أقصر خط مستقيم من البداية للنهاية. عرفت الفرق بين الإزاحة والمسافة؟ ده الفرق بين الإزاحة والمسافة. إذا تعريف المسافة هو طول المسار الفعلي، المسار الفعلي اللي أنا مسلكته فعلا، مشيت ده كله. أما الإزاحة هي الإزاحة هو طول أقصى خط مستقيم، أو المسافة مقطوعة لها تعريفين يعني. طول أقصى خط مستقيم بين موضع البداية وموضع النهاية، هجيب أقصر خط مستقيم يوديني للبداية للنهاية، أقول له مسافة مقطوعة في اتجاه ثابت من موضع البداية إلى موضع النهاية لها. ماشي. السرعة القياسية المسافة الكلية مقطوعة في الثانية الواحدة، تمام. السرعة المتجهة هي الإزاحة المقطوعة في الثانية الواحدة، تمام. السرعة المتجهة هي معدل التغير في الإزاحة بالنسبة للزمن. دي كلها تعريفات مهمة عليك في الدرس ده. في شوية تعليقات مهمة. أولا بقول لك الكتلة والمسافة والزمن والطول كمية فيزيائية قياسية. ليه؟ لأنه يكفي لوصفها تحديد مقدارها فقط، عشان كده هي قياسية. أما القوة والإزاحة والعجلة دي كمية فيزيائية متجهة. ليه؟ لأنه يلزم لوصفها تحديد مقدارها واتجاهها الاتنين. تلاتة الإزاحة كمية متجهة، بينما المسافة كمية قياسية. ليه؟ لأن الإزاحة يلزم لتحديد يلزم لتحديدها معرفة مقدارها واتجاهها. المسافة يكفي تحديد معرفة مقدارها فقط وليس اتجاهها. وبقول لك أربعة لا يمكن جمع السرعة القياسية للجسم مع كتلة. ما ينفعش أجمع السرعة القياسية للجسم مع كتلته. ليه؟ لاختلاف وحدة القياس لكل منهما. دي ليها السرعة القياسية ليها واحدة، والكتلة ليها واحدة تانية خالص. خمسة بقول لك اختلاف السرعة القياسية عن السرعة اختلاف السرعة القياسية عن السرعة السرعة دي بقى، عشان مش واخد بالي. اه اختلاف السرعة القياسية عن السرعة المتجهة مش المتجهة دي، فين دي المتجهة دي. ليه؟ لأن السرعة القياسية بتساوي المسافة على الزمن، بينما السرعة المتجهة بتساوي الإزاحة على الزمن. السرعة القياسية بتساوي المسافة على الزمن، أما السرعة المتجهة بتساوي الإزاحة على الزمن. فرق بين السرعة القياسية والسرعة المتجهة، السرعة القياسية استخدمنا المسافة، أما السرعة المتجهة استخدمنا الإزاحة. ستة الجسم المتحرك الذي يكون موضع نهاية حركته هو نفس موضع بداية حركته، يكون مقدار سرعته المتجهة بيساوي صفر. أكيد يعني السرعة المتجهة بتساوي صفر. ليه؟ لأن موضع البداية هو نفس موضع النهاية، إذا السرعة المتجهة بتساوي صفر. هتقولوا لي أنا مقدار إزاحة هذا الجسم المتحرك بيساوي إيه؟ صفر. سبعة يراعي الطيارون السرعة المتجهة للرياح عند الطيران، أو أهمية السرعة المتجهة للرياح بالنسبة للرياحة الجوية، لأن زمن الرحلة وكمية الوقود المستهلكة يتوقف على اتجاه الرياح. لو الرياح ماشي معانا إذا الزمن هيقل، والاتجاه أو الوقود المستهلكة هتقل. 8 اختلاف كمية الوقود المستهلكة أثناء الطيران بين مدينتين باختلاف اتجاه الرياح. ليه؟ لأنه عندما يكون اتجاه الرحلة في نفس اتجاه الرياح بتزداد السرعة، وبالتالي يقل الزمن، وبالتالي يقل كمية الوقود المستهلكة، والعكس صحيح. لو عكس الاتجاه إذا تقل السرعة ويزداد الزمن ويزداد كمية الوقود المستهلكة. متى يتساوى مقدار الإزاحة الحادثة مع المسافة المقطوعة؟ عندما يتحرك الجسم في خط مستقيم وفي اتجاه ثابت. بيتساوي مقدار الإزاحة مع المسافة لما يتحرك الجسم في خط مستقيم وفي اتجاه واحد. يقل مقدار الإزاحة الحادثة عن المسافة المقطوعة عندما يتحرك الجسم في خط منحني. تلاتة بتساوي مقدار السرعة المتجهة مع السرعة القياسية عندما يتحرك الجسم في خط مستقيم وفي اتجاه ثابت. أربعة يكون مقدار الإزاحة الحادثة للجسم المتحرك بيساوي صفر إمتى؟ عندما يكون الموضع النهائي هو نفس الموضع الابتدائي. خمسة تغير السرعة المتجهة للجسم المتحرك عندما يتغير مقدار السرعة واتجاه الحركة للجسم أو كلاهما معا.
لو خشينا على رقم 5 فبيقول لك تتغير السرعة المتجهة للجسم متحرك عندما يتغير مقدار السرعة أو اتجاه حركة الجسم أو كلاهما معا. السرعة المتجهة إمتى بتتغير؟ لما المقدار ده بيتغير أو الاتجاه بيتغير أو هما الاتنين بيتغيروا، إذا السرعة المتجهة بتتغير. أظن أنت فهمت اللعبة ماشية إيه على السرعة المتجهة وعلى السرعة القياسية، عرفت الفرق بينهم، عرفت دي بتتغير إمتى ودي بتتغير إمتى والدنيا ماشية إزاي. أظن سهلة وواضحة يعني. لو الدنيا ملخبطة معاك شوية ممكن ترجع لدرس الشرح وتبص عليه تاني وترجع لي تاني يا حبيب قلبي. ده تعريفات، ما معنى أنها تعريف. بيقول لك بقى تعريف الكتلة. أنت عارف إن الكتلة كمية فيزيائية قياسية، هتقول له عشان الكتلة دي يكفي لوصفها تحديد مقدارها فقط. طب ليه العجلة كمية فيزيائية متجهة، وليه سمينا العجلة كمية فيزيائية متجهة؟ هتقول له عشان العجلة دي بيلزم وصفها تحديد مقدارها واتجاهها، عشان هي كده فيزيائية متجهة، كمية فيزيائية متجهة. طب تلاتة بيقول لك مسافة جسم ما تساوي 70 متر. هتقول له تعريف المسافة: طول المسار الفعلي اللي يسلكه الجسم من موضع البداية وموضع النهاية 70 متر. طب أربعة بيقول لك إزاحة جسم ما تساوي 50 شرقا، بيديك اللي مقدار واتجاه. عايز الإزاحة تعريف: مسافة مقطوعة من موضع البداية حتى موضع النهاية 50 متر شرقا. أنت فاهم؟ فهمت اللي أنا ماشي عليه؟ 50%، 50 متر شرقا. خمسة إزاحة جسم تساوي صفر. ما معناه؟ إزاحة جسم الموضع النهائي للحركة هو نفس الموضع الابتدائي لها، عشان كده الإزاحة تساوي صفر. ستة مقدار السرعة المتجهة بيساوي مقدار السرعة القياسية، أن الجسم بيتحرك في خط مستقيم في اتجاه ثابت. سبعة جسم قطع 40 متر شمالا في 4 ثانية. مديك الايه الاتجاه والمقدار. إذا هتقول له السرعة المتجهة لهذا الجسم تساوي 10 متر. ليه قلنا 10؟ لأن السرعة بتساوي المسافة على الزمن. المسافة 40 على 4 فيها 10 متر اتجاه الشمال. أهم المقارنات: مقارنة بين الكمية القياسية والكمية المتجهة. هتجيب له التعريف: دي كمية فيزيائية يكفي وصفها مقدارها بس، دي عايز مقدارها واتجاهها. طب المثال هتقول له كتلة، طول، مسافة، زمن، حجم، مساحة، كثافة، سرعة قياسية، أماكن متجهة، قوة، عجلة، إزاحة، سرعة متجهة، والضغط. كل ده من عندك. لو عايز الفرق بين السرعة القياسية والسرعة المتجهة هتجيب له تعريف: مسافة كلية المقطوعة خلال وقت زمن، ودي الإزاحة المقطوعة خلال وقت زمن. القانون: السرعة القياسية بتساوي المسافة الكلية على الزمن الكلي، السرعة المتجهة بتساوي الإزاحة على الزمن الكلي. دي بقى أهم المسائل ودي الحاجات المهمة جدا في الدرس ده. لو اتكلمنا عن أول مسألة، بيقول لك يوسف مشى يوميا للمدرسة بالدراجة، بيمشي 200 متر شمالا، ثم مشى 200 متر مثلا كده شمالا أهو، 100 متر شمالا، ثم 100 غربا كده، ثم آه معلش هو تاني 200 شمالا. معلش احنا عايزين هنا ورقة وقلم، عايزين ورقة وقلم يا إما عشان أعرف أشرحها لك بطريقة كويسة جدا يعني. مشى 100 شمالا كده، كده 100، ثم معلش 200 شمالا، قصدي 200 شمالا، ثم 100 غربا كده 100، ثم 200 جنوبا ماشي كده 200. احسب المسافة والإزاحة، أو أنا هجيب له المسافة هتجمع له كل المسافات الموجودة عندك في المسألة، 200 ومية وميتين اللي هو 500. طب الإزاحة هجيب له أقصر مسافة من موضع النهاية موضع النهاية اللي هو ده أقصر مسافة اللي هو إيه فوق كده مظله ب100، إذا ده ب100، إذا الإزاحة ب100. سؤال سهل خالص. كرة من المطاط سقطت من ارتفاع 10 متر على سطح الأرض. تعال نغير بقى دي كده. عايزين بس نمسح الحاجات دي. امسح 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 كده، ما مسحش بس ماشي. عامة يعني عشان ما اطولش. كرة منطاد سقطت من ارتفاع 10 متر على سطح الأرض أسفل، ثم ارتدت لأعلى تاني، يعني هاجت 10 لأسفل ثم ردت لأعلى تاني ثم سقطت لأسفل مرة أخرى لتسكن عظم. احسب مسافة مقطوعة. مسافة مقطوعة تجمع له المسافات كلها. هو إيه؟ هو قال لك سقطت من ارتفاع 10 متر على سطح الأرض ثم لأسفل ثم ارتدت لأعلى، أكيد مش هتبقى نفس المسافة، هتبقى نصها اللي هو قال لك أصلا كده كده 5. ثم سقطت لأسفل مرة أخرى، هتقول له 10 زائد 5 زائد 5 يساوي 20. الإزاحة الحادثة تساوي 10 جنوبا لأسفل. تمام. وهكذا بقى هتمشي نفس النظام على المسائل التانية. كنا بس عايزين ناخده الجزئية ديت. ماشي، جزئية سهلة مفيهاش حاجة، ويا رب تكون سهل عليك إن شاء الله. أتمنى لك التوفيق يا صديقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.